يا مساء الفل، مساء الجمال، ازيكم؟ وحشتوني كتير كتير. لو اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو كده وتدخلي بقلب جامد وتشوفي العزومه بتاعتنا، عشان لو عندك عزومات هتعمليها تعرفي تعملي تتصرفي فيها ازاي. تمام، في اولويات كده بتعمليها، نرتب حاجتنا واحد اتنين تلاته عشان نكمل اليوم بتاعنا من غير ما نتاخر او نتعطل او اي حاجه، ونبقى مجهزين حاجتنا قبل ميعادنا كمان. فاول حاجه انا عملتها الصبح ان انا اول ما صحيت من النوم جبت الفراخ بتاعتي وابتديت ان انا هغسلها. فالمحلول بتاعي اللي انا معتمده دايما ملح، دقيق، خل، ليمون، ميه، بقلبهم على بعض. احط فيهم اشطف الفراخ كويس لو في اي حاجه بقى، لو فيها مثلا فرارجي مش منضف لي الريش مش عارفه ايه، بس انا الحمد لله حظي حلو ان المكان اللي بشتري منه بينضف لي الحاجه حلوه قوي. فالمهم يعني انت بتشيكي على الحاجه كلها وتاكدي وتشيلي لو في ضفر هتشيليه مثلا جنيح او حاجه، وبعد كده بتبتدي ايه تشتغلي بقى، تحطي الحاجه بتاعتك كده ايه في المحلول الملح ده وتسيبيها شويه كده حلوين عقبال ما تجهزي بقى ميتك وتجهزي حاجه. طبعا اول ما صحيت من النوم ابتديت بقى ان انا احط حله على البوتاجاز عشان يبقى فيها ميه مغليه عشان اسلق فيها الفراخ. خلاص، ضربت بقى المرياله بتاع المطبخ في اليوم ده علشان خاطر ايه، هتعرض للميه كتير وحاجات كتير، فالهدوم اللي انا لابساها ما تتبهدلش. هنا كده بطمن على الفراخ ان انا بغسلها كويس وابتدي احطها في المحلول بتاعنا ده اللي انا معتمده من زمان في غسيل الفراخ، بيخليش اي ريحه زفاره. يعني ممكن ما تحطيش خل كمان، ليمون بيغني، بس عشان كانت كميه كبيره وكان الليمون قليل عندي فحطيت شويه خل كده صغيرين. تنسوناش بقى بدعوة حلوة في الأيام المفترجة دي، احنا عدى 10 أيام اهو من رمضان، فربنا يجعل كده يعني خير علينا ودعانا مستجاب وكل حاجة. فانا كنت حطيت فرختين، ابتدي اطلع الفرختين التانيين واشوف بقى انا بعمل ايه. طبعا اللي عندها بنات بقى يساعدها، بيبقوا واقفين معاها كده اللي هو ايه، بيساعدوها. انا عامه في اليوم ده هم استعبطوا معايا شويه، بس كانوا عاملين لي كل حاجه من قبلها بيوم، يعني في تجهيزات كده عاملينها لي مثلا في المطبخ، الدنيا متظبطه كل حاجه. حطيت الفراخ في حله ما جاتش تمام، فاتصرفت بسرعه، جبت حله كبيره شويه حطيت فيها الفراخ، حطيت هنا 7 بهارات، ملح وفلفل اسمر. انا طبعا عارفه ان انا هتبل الفراخ فمحتاجتش ان انا اتبل كتير عشان الشوربه ما تغمقش، عشان لو هعمل بيها رز يعني ممكن تحطي التوابل حادثه زي مثلا ورق اللوري والحبهان، كوبيبه صيني، بصلايه، ليمونيه، طماطمايه، بصل وطماطم، ممكن تحطي بصلايه وطماطمايه الاتنين مع بعض حلو برضو. بعدين انا حطيت الملح وال7 بهارات والفلفل الاسمر، وما حبيتش اغمق قوي عشان خاطر ايه انا هشتغل فيها في الرز ولسان العصفور. الطاول الحصى بتبقى حلوه بس ما كانش قدامي، فانا استسهلت بصراحه. يعني انا قدامي اشتغلت بيه، هنا حطيت الحله كده، خلصت من حاجه اللي هو انت شلت همها. ابتدي الحاجه التانية بقى، ان انا جبت الحله اللي انا كنت بسلق فيها وما جاش، شطفتها بسرعه ورحت حاطه فيها ميه علشان اعمل فيها المكرونه البشاميل. فمليتها ميه اول ما تغلي اكون انا ايه الفراخ استوت اهي، انشلها بقى عشان ما تتهريش مني واجهز لها الخلطه بتاعتها. لو تبلتها وركنتها خلص الموضوع على كده، يعتبر انت خلصتي مثلا 30% من العزومه بتاعتك، ان انت عملتي حاجه منهم كده ايه ما تاخد في وقت قليل. فهنا بقى دي كميه البصل اللي انا هعوزها في اليوم كله، هبتدي اقشرها كلها واشوف انا هعمل ايه. طبعا المفرش ده عشان ما اقعدش بقى الم زباله من على الرخامه واقرف وامسح فيها وكده، لا عشان رخامتي تفضل نظيفه، حته مفرش مش هيخسر يعني معاكي في حاجه. طبعا انا مجهزه الحلو من قبلها بيوم، كان في حاجات كده بسيطه اللي هو الجيلي مثلا بتاعه يتحط عليه، فحطيته اول حاجه قبل اول بنتي ما جابت لي الفراخ، اللي هو بتخلي يعني تخلي بالك كده ان انتي كنتي مخلصه حاجات علشان خاطر ما تحتسيش، عشان يبقى عندك حاجه تقدميها للضيوف بعد الفطار، مثلا حاجه حلوه تقدميها او كده تبقى انتي عامله حسابك ومجهزاها من قبلها بيوم. وخاصه الحلويات الشرقيه كل ما بتقعد كل ما بتبقى طعمها احلى. كده انا قشرت البصل كله وشلت القشر بتاعي وابتدي اغسله بقى واشوف انا هعرف اشتغل في الكبه. انجزتني الكبه دي في العزومه، كنت بضرب على كذا مره الحاجه، لا المره دي انجزت معايا. نقطع بقى بصلنا كله ونشوف بقى هنعمل ايه. هاخد طبعا جزء المكرونه بشاميل، هركنهم كده في جنب المكرونه بشاميل عشان العصاج بتاعها،
هاخد جزء للتقليه اللي انا هعملها، يعني هعمل طبيخ مثلا هاخد له شويه بصل على قد التقليه، والباقي هخليه في الكبه بقى نكمل عليه التوابل بتاعتنا اللي احنا هنحطها في يعني نكمل الحاجات. انا كده كده بكمل بقى، باخد البصل واكمل بقى حاجتي اللي انا هشتغل فيها، اللي هي حاجه الفراخ، عشان احنا قلنا هنبتدي حاجه حاجه، يعني ناخد بند بند كده في العزومه نخلصه ونخلص منه. واهم حاجه بقى ان انت تبقي مرتبه افكارك، يعني انت مجهزه انت هتعملي ايه. هنا حطيت قرنين فلفل حاميين، شويه توم. التتبيله دي يعتبر تتبيله شوي خلاص، بس انا اديت للفراخ سلقه علشان انا كنت عايزه شوربه، وعلشان خاطر ما تاخدش وقت كتير في البوتاجاز، لان البوتاجاز عندي محتاج يتظبط يعني. هنا كده كنت بحط بقيه التوم، وزودنا فلفل، نحط بقى الطماطم كمان بالمره ونفرم بقى كله في الكبه. التتبيله دي تحفه تحفه تحفه، طعم الفراخ اصلا كان عامل زي المشوي، اللي هي التتبيله كانها مشويه. في تتبيله تاني بيعملها قريبه من كده برضو، بس الخل بتاعها بيبقى زياده شويه والتوابل بتاعتها بتبقى زياده شويه، بتبقى برضو جميله جدا. عندي الولاد بيحبوها قوي مع المحاشي. ده كده ما حطيتش لسه اي حاجه يعني لحد المرحله دي، انا ما حطيتش اي حاجه خالص فيها. نزل كل تنتوفه كده في الكبه بتاعتنا عشان نشوف احنا هنعمل ايه، عشان حرام كمان نرمي حاجه. المرحله دي بقى احط فلفل اسمر، واحط 7 بهارات، واحط ملح، احط خل، ده عسل نحل، احط برضو معلقه عشان الفراخ تحمر قوي، ان احنا عايزينها تبقى لونها احمر. وده الليمون بتاعنا، انا حطيت ليمونه واحده، دي كان اخر ليمونه تقريبا في التلاجة، تقريبا فاضل حاجه للسلطه مش فاكره. المهم هنا حطينا برضو شويه خل وشويه شطه وبابريكا، نقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض، يعني ملح وسبع بهارات وفلفل اسمر وخل وليمون وشطه وبابريكا والبصل والثوم والفلفل وشويه الزيت ومعلقه عسل نحل، او ما فيش عسل نحل يبقى معلقه سكر، او بديل اهو، عشان في ناس ممكن ميبقاش عندها العسل النحل متوفر في وقتها. نجيب بقى الصينيه ندهنها شويه زيت ونبتدي نتبل الفراخ في التتبيله دي ونحطها في الصاج. هي السجان دي عيبها ان هي خفيفه، يعني الصواني بتبقى تقيله، او انا عايزه اجيب سجان زي كده نفس المقاس بس الومنيوم، لان بيبقى السمكه بتاعتها عاليه، فبتبقى الحاجه بتاعتها حلوه، يعني التسويه بتاعتها بتبقى حلوه عن السجان دي. هنا كده خلصت تبلت الكميه كلها، ابتدي اخلص التتبيله عليها عشان مركنش حاجه بقى في السلطانيه كده هتعمل لي زحمه والكلام ده. سيبها بقى نحطها في الفرن ونركنها كده، مش هنشغل عليها دلوقتي. خلصنا من بند، ندخل على البند التاني، العصاج. احنا بنسلق المكرونه وبنفس الوقت نعمل عصاج بصل وفلفل. ده الفلفل ده انا قطعته كده بقى مفرمتوش مع البصله، وهنزل عليهم باللحمه بتاعتي، واحط 3 اكياس مكرونه في الحله يتسلقوا. انا يا جماعه بحب استخدم الملكه يعني، فده شايفاه احسن نوع، فمش عارفه يعني جربت احول، لا حسيتها مش بتبقى حلوه، ما بتدينيش النتيجه اللي انا عايزاها. هنا بقى اي مواعين بتوسخ ايدك فيها على طول عشان ما تلاقيش الدنيا مكركبه معاكي. كان لحد الوقت ده كده ولادي لسه ما صحيوش، يعني كده كنت في الوقت ده شغاله كده في روقان مع نفسي. هيبتدوا يصحوا بعد كده بقى يكملوا هما، يعني انا اوسخ حاجه هما يغسلوها على طول. شو بقى لما بيبقى في ترتيب للحاجه، بيبقى عندك وقت تعملي كذا حاجه، ما تسيبيش مطبخك مكركب حواليكي، اكلك بيخلص في ميعاده، الكلام ده. يعني انا غرفه الاكل قبل الفطار على طول، يعني مثلا 5 دقايق 7 دقايق. هنا كده اللحمه بتتعصج، نحط لها ملح وفلفل 7 بهارات. ده فلفل الوان طبعا عندي بقى، فبينجز معايا بصراحه، يعني طلعته في كذا وصفه كده في رمضان، لا جميل.
نحط السبع بهارات والفلفل الاسمر والملح بس. لو معايا لحد هنا متنسينيش كده بلايك عشان ترفعي الفيديو، وكملي معايا كده بقيه الفيديو عشان نشوف بقى الخطوات الباقيه ايه اللي بيحصل. انا حطينا السمنه، حطيت لها كمان زبده فرن او زبده نيوزيلندي اللي موجوده عندك يعني. انا بحط لكل كيس مكرونه 4 معالق دقيق. تمام، فانا عامله 3 اكياس مكرونه فحطيت 12 معلقه دقيق. خلاص، ده شكلهم بالسمنه يعني، ده شكل كده الكثافه بتاعته بالسمنه. هفضل اقلب فيه لحد ما يبتدي يحس ان الدقيق اتحمر كده من غير ما يتحرق منك. بعد كده تحطي له بقى اللبن والميه. انا حطيت كيس واحد لبن وحطيت الباقي ميه، يعني ما حطيتش كميه لبن كتير وما حطيتش شوربه وكده، لا بحط الشوربه بس. بنتي لما بتعملها بتحط لنا شوربه. هنا كنت حطيت كيس لبن وحطيت ميه وابتديت اقلب. احط بقى، كان عندي ميكس جبن قلت اخلص الكيس كده عليهم، وبعدت اشتريت جبنه موتزاريلا فعشان احط منها على الوش، فقلت احط برده شويه ايه في انا جايبين الحمد. تمام، يعني جبنه الحمد دي جميله، المطه بتاعتها حلوه. يعني حتى بنتي لسه كان شويه جبت كده عشان بعمل كريب، قالت لي لا المطه بتاعته جميله. يعني احسن انواع تانية، في انواع كده بجيبها من العتبه وكده، لا ده انضف، هو اغلى بس احسن. المهم ان انا بقى افضل اقلب في البشاميل عشان ايه مش عارفه هو بيعمل ايه عشان يستوي يعني. تمام، كده خلاص هو كده يعتبر استوى وغلى والكلام ده. هو بيبقى اسمه ايه، جوسي شويه كده. احط له الملح والفلفل 7 بهارات واقلبه. وانا 7 بهارات معتمداها اعتماد كلي. فيها كل حاجه، فيها الكوبيبه الصيني، فيها زر الورد، فيها الروزميري، فيها الحبهان، فيها الورق اللوري، فيها جوز الطيب، كل حاجه. فهنا جبت الصواني بتاعتي، انا هشتغل في الصواني البايركس عشان يبقى اقدمها على طول كده، ما اقعدش اغرف بقى في المكرونه تحط وهم يغرفوا لنفسهم. تمام، فهحط الاول بشاميل، بعد كده احط مكرونه ونشوف كده خطوه خطوه نكمل ايه. حطينا شويه المكرونه بقى، يعني حطينا في الصينيه كده الدور الاول مكرونه، نحط عليهم شويه بشاميل، بعد كده نحط اللحمه. دي جبنه حطيتها في النص كده عشان المطه بتاعتها، وعشان الطعم كمان بتبقى حلوه قوي لما بتبقى جبنه في النص. عشان الاربع صواني بصراحه، يعني التلات اكياس عملوهم هما مش صواني كبيره بس عاملينهم حلو. نقلب بقى شويه بشاميل على المكرونه، وباينين اهو في التصوير. انا كنت فاكره ان التصوير بعيد، مش جايبهم. هقلب شويه مكرونه بشاميل وابتدي احطهم ايه على الوش. بعد كده نجيب بقى الصوص البشاميل ونحطه الطبقه الاخرانيه وندخلها الفرن. فمن اكتر الحاجات يعني انا بالنسبه لي لو بعمل فطار ليا لبيتي، انا ممكن اعمل صينيتين مكرونه بشاميل وما اعملش حاجه تاني. خلاص، هو انا اكل جنبيها مخلل او اي حاجه وخلص الموضوع على كده. مش بعمل 50 حاجه عشان حرام، وعشان الحاجه ما يفتش مني حاجه وكده. فهنا كده حطينا البشاميل بقى بتاعنا كله، نشوف ايه حاجه تانية نشتغلها. كده يعتبر انا خلصت مقاس لي لسان عصفور والرز والنوع الطبيخ الخضار اللي هعمله والسلطه والطحينه. لا، ما عملتش طحينه في اليوم ده، السلطه. تمام، ف كده هعمل الطبيخ. اجيب الدهان بتاعي، كان اخر الدهن عندي. هو تقريبا في اليوم ده انا حبيت ان انا اخلص كل الحاجات اللي عندي. يعني كان اخر حاجه في الرز، في المشعريه، في لسان العصفور، وفي الدهن. يعني 4 حاجات كده شطبوا كده من عندي وجبتهم تاني يعني، لان هما حاجات اساسيات. القدره دي بتاع جدي الله يرحمه، كان كان جايب عشان يدمس فيها فول في رمضان وكده،
ولما توفى جدتي اديتها لي، فدمست فيها كام مره لقيتها حجمها صغير، فانا بدمس في الحله اللي انا بطبخ فيها دي، بسلق فيها الفول والحاجه، فاستخدمتها ان انا اخزن فيها سمنه بلدي، بعد كده بقى دهن وكده يعني. جيب بقى البصلايه اللي احنا مجهزينها ونحطها. ميزة بقى الكبة دي ان هي بتضرب الحاجة، ما بتخليهاش تتعصر، يعني هي بتبقى كده، يعني مش معصورة مش معجونة مش عاملة مية. خلاص ممكن تدخلوا تشوفوا الريفيو بتاعها في من فيديوهين 3 كده. متنسونيش بقى بدعوة حلوة. هنا حطينا الطماطم، نحط التوابل بتاعتنا، احط 7 بهارات، وبعد كده افتكرت ان انا عندي الخلطة بتاعت الطبيخ اصلا يعني، عشان مش هكتر احط قليل قوي، وبعد كده احط بقى الخلطة بتاعتي. دي بقى فيها كل انواع التوابل اللي في المطبخ عندي، وانا عاملاها معاكم قبل كده، ولو رجعتوا فيديوهات لورا هتلاقوا خلطة التوابل دي موجودة موجودة يعني قبل كده. نحط الملح ونشوف بقى احنا بنكمل ايه. المهم بقى نشوف كده، احنا كده حققنا الخضار، نشوف بقى الرز. جهزنا الحلة المحترمة الكبيرة اللي احنا هنشتغل فيها، علشان نعمل حاجتنا ونركنها سخنة احسن. هنا كده بقى كان ولادي صحي وخلاص وبيناولوني في الحاجة والكلام ده. جبت البسلة والجزر وهقطع بطاطس واحطها عليهم. دول حبايتين بطاطس. انا بحط البسلة مع الجزر مع البطاطس على طول يعني مرة واحدة، مش بسيب مسافة ما بينهم كده، هو مسافة التقطيع بس، مسافة وقت التقطيع. نطلع الفريزر من البسلة من الفريزر، اشطفها واحطها على طول. نجيب بقى شوية سمنة بلدي، هو كان البرطمان مطلعينه من الفريزر قبل ما ابتدي في الرز على طول، كنت ناسياه في الديب فريزر وما طلعتش، يعني كان في التلاجة خلص ونسيت اطلع من الديب فريزر. هنا عمال بقى اقطع فيها كده اللي هو بالعافية يعني عشان تطلع سمنة. نحط بقى شوية زيت وننزل بالشعرية بتاعتنا. الرز بيحب الزيت، الزيت بيخلي الرز مفلفل، بيخلي كل حبايه كده لوحديها، والشعريه تبقى كتيره فبتخلي الرز برضه مفلفل وحلو. معلقه مش عايزه تثبت، المعالق بتعاندني. السمنه البلدي بتخلي الريحه حلوه قوي في الاكل يا جماعه، يعني جربوها، صحيا حلوه، وسعريا بقت زيها زي النيوزيلندي، يعني انت لو بتجيب النيوزيلندي ب200 جنيه، فدي زيها البلدي بقت 190 و180. حط الشعريه بقى والنار واطيه خالص، ما تعليش النار عليه عشان ما تتحرقش منك، يعني دايما خلي عندك وقت ان انت تعملي حاجتك بنار هاديه، ما تبقاش الحاجه بنار عاليه كده تتحرق منك وما تبقاش حلوه. هنا كده كنت بقول لبنتي بقى جهزي لي حاجه السلطه عشان اشتغل فيها على طول بعد الرز. متنسوش بقى الاشتراك يا جماعه، وشوفوا الخطوات كده واعتمدوا على نفسكم، يعني انا العزومه دي كنا 20 فرد، فعادي يعني انتي تعملي عزومه ويبقى الرقم كبير، لان اللي بيعمل لنفر بيعمل ل10 من الاخر يعني. دول 2 كيلو رز. هبتدي بقى ايه، اقلبه كده، اجيب الحله من فوقيها لتحتيها علشان خاطر كل حاجه تدوب في بعضها. يعني انتي لو بتطبخي مثلا هي نفس الخطوات، هتحطي بصله وتحطي قوطه وتحطي خضار وتحطي نفس الخطوات لنفر زي 10، نفس حكايه الرز بتاع حمر الشعريه، تحطي الرز تحطي الحاجه بتاعتك. هنا بحب اشوح التوابل شويه مع الرز، 7 بهارات ومكعبين مرقه دجاج وشويه فلفل اسمر. التوابل عندي فيها حتت كده مطحنتش كويس،
فعشان كده حطيت شويه ملح صغيرين، عامله حساب ان في شوربه هسقي بيها. طبعا الشوربه ما تبقاش، حاولي سيطري على الملح عشان الاكل ما يبقاش حادق، لان الاكل لما بيحدق بيبقى مش حلو، او ماليش علاج عامه. يعني انت لو الحاجه حدقت منك ملهاش علاج، لكن لو الرز عادي بسيكه هتاكلي معاه حته خيار، حته جزر، اي حبه مخلل، شويه طبيخ مثلا تزودي لهم سنه ملح، فهيبقى الاكل بتاعك حلو، الكلام ده. لكن لو الاكل حادق ماليش علاج خالص. نبتدي بقى ايه، نحط الشوربه بتاعتنا، نغطي على الحله ونسيبها تستوي. خلصتوا قد ايه في المصحف؟ الناس اللي بتقرا وهو قرايه وكده، خلصتوا قد ايه؟ وصلتوا لحد فين؟ عطول خلوا لسانكم في ذكر ربنا في الايام اللي احنا فيها دي، ربنا يجعلها كلها ايام خير وبركه، يجعل السنه كلها بركه كده زي رمضان. من كتر جمال الشهر اصلا الواحد بيدعي ان السنه كلها تبقى رمضان، من كتر الهدوء والراحه النفسيه اللي بتبقى فيها. احنا كده خلصنا حله الرز، بعد ما عفن عليها واستوت مكانش راضيه تتفتح، يعني انتوا هتشوفوا كده ما كانش عايزه تتفتح معايا. هنا ابتديت بقى، ولعت النار، نار هاديه، حطيت حته سمنه بلدي وحطيت زيت، وهبتدي اشتغل ايه في لسان العصفور. الاكل زي ما هتكلفيه هيطلع معاكي حلو، كروتي وعملتي الحاجه كده مش هتبقى حلوه. ده لسان العصفور اللي كان عندي فانا هحطه كله. المشكله ان انا اشتريت، يعني انا العزومه دي كان من كام يوم، من يوم التلات اللي فات، والنهارده السبت. انا كان عندي اصلا لسان العصفور، كان اخويا جايبولي وما كنت ما خدتش بالي ان هو موجود. بعت اشتريت امبارح لسان العصفور عشان اعمل فطار. هنا كده كان لسه دخلت مكرونه وناقص صينيه، وابتديت اشتغل في السلطه. فالسلطه انا عاملاها معاكم قبل كده كذا مره، اللي هي سلطه الحياتي. دي اول حاجه فيها المكونات بتاعتها بعملها، وبعد كده بكمل بقطع الخضار بقى بتاعي واقطع الحاجه بتاعتي. ولعنا الفرن، حطينا المكرونه من تحت، الفراخ من فوق. اول مكرونه ما تبتدي توجبك كده ونحس انها استوت وخدت لون، هنحط بقى الجبنه الموتزاريلا فيها ونطلعها هي على الشبكه من فوقانيه. من الحاجات العظمه، يعني انا بعشق المكرونه. اخر مرحله خلاص، هتبتدي الاذان قرب جدا، بنجهز العصير بتاعنا. طبعا انا مجهزه ميه ساقعه في التلاجة من اول ما صحيت، احنا لسه ما حطيناش ميه في التلاجات، بس انا ما اعرفش اللي جايين عايزين ميه ساقعه ولا لا، فجهزت الميه بتاعتي اللي انا ايه لو هحتاج ميه. وحدت العصير، قلت تمر وصوبيا، مش هعمل اي عصير تاني، مش هعمل بلح، لان في ناس مش بتحب البلح او بتسيبه في الكوبايه، اللي هو التين بقى والزبيب والحاجات اللي زي كده، وانا مش بحب، يعني هتترمي فحرام. فبما ان حرام ان احنا هنرميها، لا يبقى ما نعملهاش من الاول احسن. فكله بيجمع على ان التمر والصوبيا اكتر من المشروبات كله بيحبها. فعملت تمر وعملت صوبيا. لكن هي بالنسبه لي في فطارنا لا، ممكن بنعمل كركديه، بنعمل صوبيا عشان فيها لبن، لكن تمر لا، ما عملتوش خالص غير مره واحده ساعه العزومه. بعمل بلح بالحاجات بتاعته، التحابيش بتاعته دي اللي انا بعملها كل مره. برتقان بجزر، يعني حاجات طبيعيه. كان المكرونه طلعت وركنتها، وابتديت بقى ايه، حطيت التمر في ازازه، يعني عندي ازازتين كده كبار بتوع حاجه ساقعه، رحت ملياهم العصير عشان ايه، ينزلوا تحت في الريسبشن تحتي اللي هيصب العصير وكده. ده كده ده ايه، ده التمر دي الصوبيا. التمر خلاص عملناه، انا مش مركزه فطرت ومش مركزه. نعمل الصوبيا، انا بحط لها لبن نيدو وكريم شانتيه ولبن عادي. ابتدي اقلبها، لقيتها دايبه، حطيت السكر والصوبيا، اضربها واسيبها بقى ايه، احطها في الازازه بقى. انا عملت 2.5 تمر، لترين ونص ولترين ونص صوبيا. هنا الفراخ كان طلعت، ابتدي احطها في الاطباق واغطيها بورق فويل عشان تفضل سخنه. وهنا السلطه، احطها برضو نقلبها كده عشان وقت الغرف.
وابتدي بقى نغرف الاكل بتاعنا وتفتحي حله الرز. ابدا، حلفت بأيمانات المسلمين ما هي مفتوحه في اليوم ده. طلعت عيني. كان بنتي سيلفي واقفه جنبي قعدت تلف في الحله شمال ويمين، انا زهقت بصراحه، انا بتعصب بسرعه، فهي راحت فتحيها. وبعدين كان عمال تلسعني وانا ايدي اصلا مش مستحمله، يعني ايدي عماله اشتغل بيها من الصبح فزهقت، ايدي اعصابي بتتعبني. المهم لو انتي بتتفرجي معايا لحد هنا متنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو واللايك يا جماعه عشان ترفعوا الفيديو، عشان الفيديو ده تاريخي. ان انا بعمل عزومه او 2 في السنه في رمضان كله، يعني ما بعملش عزومات. فبالنسبه لي كده حاجه كده يعني. هنا كده كان لسه العصفور كمان استوى، نبتدي بقى نغرفه، والطبيخ اهو نبتدي برضو نغرفه. يعني بوريكم الشكل وانا بعمل بقى الحاجه بتاعتي. ودي حله الرز فتحي يا مؤمنه، كنت غيرت هدومي وخلاص بقى كده عشان ايه هنزل بقى بعد ما الاكل يخلص، بعد ما الاكل ينزل يعني. يا نهار ابيض، غلبتنا عقبال ما خلصناها. بسم الله ما شاء الله، كان يعني بألف هنا يا رب على اللي كل منه. جميل. شكل المكرونه مع الاكل مع الحاجه تحفه. نخلي الكل انا عاملاه، وفي فيديوهات قبل كده ليه وانتوا عارفينها، ادخلوا اتفرجوا عليها تعجبكم ونفذوها، حاجات جميله.